بعد ما تعرض لهجوم صعب ب6 طعنات، وده وقت محاولة سرقة بيته في مومباي لما شخص غريب دخل بيته عشان يسرقه. لكن طبعا سيف علي خان موقفش ساكت ودخل في خناقة كبيرة مع الشخص ده واللي انتهت بكارثة، وده لأن الشخص ده كان مسلح، وقبل ما حد يلحق يتدخل طعنه 6 طعنات في منتهى الخطورة. وبسرعة اتنقل سيف علي خان للمستشفى وهو في حالة صعبة، وكانت مفاجأة مرعبة وصعبة جدا على محبيه وكل جمهوره لما عرفوا ان سكينة بطول 2.5 بوصة كانت مغروزة في عموده الفقري، وإصابته فعلا كانت خطيرة لدرجة انها تسببت في تسرب السائل النخاعي، وده طبعا ممكن يعمل مضاعفات خطيرة على الحركة والصحة بشكل عام. بس بعد ما اتدخل الدكاترة واتعمل عملية جراحية صعبة قدر الفريق الطبي انه يخرج السكينة دي ويوقف النزيف، لكن الحالة كانت حساسة جدا. ودلوقتي سيف تحت المراقبة في العناية المركزة، وكل عيلته وجمهوره قلقانين عليه.